هل الشحن السريع فعلا بيبوظ البطاريه؟ طب هل العربيه الكهرباء بتتشحن زي الموبايل؟ وليه ساعات تلاقي العربيه بتشحن بسرعه جدا وفجاه تبطأ بدون اي مقدمات؟ في الفيديو ده هفهمك بالظبط ايه اللي بيحصل جوه العربيه الكهرباء من اول لما تحط الفيشه لحد اخر خليه في البطاريه. بص يا سيدي، موضوع الشحن ده من اهم الحاجات اللي الناس بتتلخبط فيها، من المعلومات اللي اي مالك او حتى حد هيشتري العربيه لازم يكون عارفها وعارفها كويس جدا. جوه العربيه بيحصل فيلم اكشن كامل. العربيه الكهرباء مش مجرد بطاريه ضخمه، دي منظومه الكترونيه دقيقه جدا. كل ثانيه بتعدي فيها الاف الحسابات بتحصل، والهدف واحد، ان انت تشحن بامان وبسرعه. ولما تفهم اللي بيحصل هتعرف تحافظ على بطاريتك كويس وتخليها تعيش اطول وفي احسن حالات. تعال بقى نجيبها من تحت قوي. شركه الكهرباء موصله للعماره عندك او البيت عندك الاربع اسلاك دول بيبقوا 3 فاز وواحد نيوترال او ارضي، متوصلين على لوحه كبيره وهي اللوحه الرئيسيه. ونوع الكهرباء دي هنطلق عليها AC. ومن اللوحه دي بنطلع على الشقه بتاعتك او بيتك وبنوصل عداد بنقول عليه واحد فاز. وفي الاخر هيبقى عندك سلكين، واحد كهرباء وواحد ارضي، اللي بيقدروا يدوك 220 فولت. وفي عدادات 3 فاز وده نظام تاني بس خليه بعدين هشرحه قدام عشان ما تتوهش مني. بعد العداد بتاعك بتبتدي تحط القواطع اللي بتبقى متجمعه في اللوحه اللي تقريبا جنب باب الشقه. بعد القواطع دي بتوصل سلك لكل النقط اللي انت عايزها، وهنركز على الفيشه اللي تقريبا هتبقى مركب سلك سمكه 2.5 مللي. وبكده انت عندك فيشه تقدر تستحمل اي جهاز يشتغل على 220 فولت واقصى حاجه 16 امبير. طب لو جهاز 20 او 32 امبير ارميه؟ ولو وصلته ايه اللي هيحصل اساسا؟ لا عادي وصله، مش هيحصل اي حاجه. كل اللي هيحصل ان السلك هيسيح وان البيت هيولع. كنت بهزر معاك، البيت مش هيولع ولا حاجه بعد الشر. وهنا هيظهر دور القواطع اللي اصلا هتفصل قبل ما السلك يسخن. الخطر هنا في اختيار القاطع لو كان غلط، ودي بقى بجد مصيبه. حلو قوي لحد هنا. تعالى بقى نوصل العربيه بالفيشه بتاعتنا اللي احنا ظبطناها. هتلاقي ساعتها ان ممكن يوصل وقت الشحن ل3 ايام. انا مش بهزر، هتسيب العربيه على الشاحن 72 ساعه. هفهمك ببساطه ليه ده حصل. العربيه بتاعتي مثلا البطاريه بتاعتها تقريبا 87 كيلو وات ساعه، واقصى قدره للشاحن AC بتاعها هو 7 كيلو وات. وعشان اخد ال 7 كيلو وات كلهم انا محتاج سلك يستحمل 32 امبير، وده للاسف مش متحقق في الفيشه بتاعتنا، لان السلك ال 2.5 مللي اخره يشيل 16 امبير لو سلك كويس. يعني انا اقصى حاجه هقدر اخدها تقريبا 3 كيلو وات. يعني في احسن حالاتي هشحن العربيه في 24 ساعه. بس المفاجاه هنا ان انت اصلا مش متاكد ان السلك اللي ماشي في الحيطه هو 2.5 مللي او حتى 3 مللي. وده اللي حصل معايا شخصيا لما اضطريت اشحن العربيه AC على سلك سمكه 1 مللي، وده كان اقصى حاجه يقدر يستحملها هو 7 او 8 امبير بالعافيه. يعني خدت تقريبا 1.5 كيلو وات. يعني العربيه احتاجت 40 ساعه كامله في الشاحن عشان تشحن 100%. وتعالى اوريك حصل ايه وازاي تاخد بالك، عشان الجزء ده في منتهى الخطوره. انا دلوقتي هعيد نفس السيناريو اللي حصل معايا بالظبط، والخطر كان فين وانا عملت ايه. بصوا انا مجمع لكم الحاجات جنب بعض اهي. هو ده السلك اللي انا استخدمته. السلك ده طوله 20 متر بس سمكه 1 مللي. بصوا اهو، هو 2 في 1، يعني معناها ان دي جواها سلكين، السلك الواحد 1 مللي. الميزه في السلك ده ان هو طويل جدا 20 متر، فانا لو اتزنقت او في اي طوارئ هو هيساعدني. بس عيبه ان هو مش هيقدر يستحمل امبير كتير، فبالتالي هيديني واط قليل. وده الشاحن اللي بيركب على الفيشه اللي جايه مع العربيه. هقول لكم برده ده ميزته في ايه. وده الشاحن الكومبو اللي عندي اللي استخدمته برده مع السلك. في ناس بتقول عليه الشاحن متنقل. ميزه في الشاحن اللي معايا ده ان هو ينفع شاحن محطه AC، او ينفع شاحن يركب على فيشه عاديه، او ينفع شاحن يركب على فيشه صاروخ. دي تديك 7 كيلو وات، ودي تديك 3 كيلو وات، ودي تديك 7 كيلو وات من المحطه. ماشي، تعالوا بقى. ونسيت حاجه مهمه، نسيت اوريكم ان انا جبت لكم وحدات حراره. ماشي، عشان نقيس الحراره بتاعه الحاجه، عشان نقيس السلك، درجه حراره السلك. بصوا قبل ما نعمل اي حاجه تعالوا هنا، بصوا درجه حراره السلك حوالي 16 درجه. هوصل بقى الشاحن ونبتدي التجربه بتاعتنا. تعالوا بقى نجهز الشاحن، هنوصله بالفيشه العاديه. وده نفس اللي حصل معايا. ماشي كده ركب. هنوصله بقى، بدأ يشتغل معانا. في شويه بقى حاجات عايزين نبص عليها هنا في الشاشه دي. بصوا هو دلوقتي شغال على 16 امبير اوتوماتيك،
من غير ما اعمل اي حاجه. ماشي، انا لسه ما حطيتوش في العربيه. تعالوا بقى اوصل المسدس على الوضع ده ونشوف ايه اللي هيحصل. كده بدا يشحن اهو. داخل العربيه قد ايه؟ تقريبا 3 كيلو وات و16 امبير. ما قاليش لا. هنشوف درجه حراره السلك بقت كام دلوقتي. طلعت من 16 بقت 20. عماله تزيد ما بتوقفش. قوه الكيلو وات ده اشحن العربيه تقريبا في 24 ساعه. هنا اللي قاريه العربيه 2.6 فاضل فيها 40%، هتشحنهم في 13 ساعه ونص. ده كده الشاحن وهو مدخل لها 3 كيلو وات. تعال نقيس سلك الشاحن نفسه، ده سلك الوصله. تعالوا بقى نقيس سلك الشاحن نفسه 17 و6. ركزوا معايا في النقطه دي قوي لانها هتفهم بعدين. الشاحن ده طبعا فيه عوامل امان كتيره، منها ان هو بياخد باله من درجه الحراره، لو فولتج، لو امبير، لو كل حاجه، كل حاجات السيفتي. بس فيه عيب من اسوأ العيوب، غير الشاحن اللي جاي مع العربيه البي واي دي اللي هو جاي من الشركه. هفهمك الفرق. ده بيراقب نفسه، يعني السلك بتاعه، الجهاز نفسه، كل حاجه بتاعته هو بيراقبها. اي حاجه تانية هو متوصل بيها هو ملوش دعوه. تعالوا بقى دلوقتي نشوف السلك. يعني بص، هو هنا ايه؟ بيقيس درجه الحراره. بص كام؟ 25. تنزل 17. ده هتلاقي التمبريتشر يعني قشطه. دي هتلاقي التمبريتشر بتاعته. بص اهي، يعني فعلا اهي 18 و3. ده السلك بتاعه هو، فهو بيراقب الحراره بتاعته هو كويس. ده السلك اللي انا كنت موصله. تعالوا نشوف بقى وصلت درجه حرارته كام. اوبا، 45، 49، 50. احنا ما دام عدينا الخمسينات احنا بدأنا نكون في خطر. السلك ده 20 متر، رحت موصله ورحت موصل الشاحن بتاعك ولا عارف اي حاجه، ورحت ماشي وسايب العربيه. يعني بالاسلوب ده ممكن ساعه والسلك يسيح وهيعمل لنا مصيبه لو انت مش واخد بالك من اللي بيحصل، ولو مش فاهم اللي احنا بنقوله ده. لازم تدخل الامبير المظبوط علشان تبقى في امان. جابت 70 كده كده، انت كارثه، انت كده بتعمل مصيبه. انا كل ده انا بتكلم، انا ما كملتش نص ساعه، السلك بعد كده هيلسعك. بص عشان تبقى في الامان، بص خليك من 6 امبير ل 8 امبير بالكتير قوي. كده العربيه واخده 1.3 كيلو وات. كده العربيه وصل لها 0.9، يعني هتشحن تقريبا في 40 ساعه ال 40% اللي متبقيين. بس كده انت في الامان. الشاحن بقى اللي جاي مع العربيه البي واي دي، اما استخدمته اكتشفت ان هو اداني 1 كيلو وات بالعافيه، وده بسبب ان مفيش ارث وهو حاسس ان التوصيلات مش مظبوطه. فهو امن بكتير من الشاحن ده، لان الشاحن ده بيراقب نفسه بس، زي ما احنا قلنا مش بيراقب التوصيلات اللي هو واخد منها. وبكده انت المفروض جمعت شويه عن المطلوب علشان تشحن العربيه بامان وبسرعه. وعشان تقدر تركب المحطه اللي جايه مع العربيه في امان، انت محتاج سلك 6 مللي للمسافات اللي اقل من 30 متر، وسلك 10 مللي للمسافات اللي اكتر من 30 متر. وده عشان تقدر تحقق وتاخد ال 32 امبير بدون اي خطوره او سخونيه. وبكده هتاخد ال 7 كيلو واط. وان شاء الله نعمل فيديو مفصل على مراحل تركيب محطه الشحن اللي بتيجي مع العربيه، واهميه الارث اللي ما جبناش سيرته خالص لحد دلوقتي مع انه في منتهى الاهميه، وازاي نقدر نتاكد ان احنا مركبين محطه شحن امان لينا والعربيه. خدت بالك لما قلت ان انا عربيتي اخرها 7 كيلو وات في الشحن الاي سي؟ ده معناه ايه؟ ان في عربيات تانية تقدر تشحن اي سي 11 كيلو وات و22 كيلو وات، وده بيرجع للشركات وساعات بيرجع لقوانين البلد نفسها. وهنا بقى هنحتاج العداد الثلاثة فاز، علشان انت محتاج امبير اكتر وفولت اكتر. والفرق هنا ان العداد بتاعك هيبقى خارج منه 4 اسلاك، 3 فاز و1 ارض، واللي هتقدر تعمل بيهم محطه شحن لحد قوه 22 كيلو وات. واحد من الاسئله اللي ممكن تيجي في بالك وعايزك انت بقى اللي تجاوبني عليه، لو عربيتي وصلتها بشاحن قوته 22 كيلو وات، العربيه هتاخد منهم قد؟ وهل في خطوره على العربيه؟ تعال بقى نروح للمرحله اللي بعد المحطه. عندك الكهرباء الاي سي ماشيه في السلك، اخرها مسدس الشحن هتحطه في العربيه، ومن هنا بتخش على حاجه اسمها الاون بورد تشارجر او الشاحن الداخلي. ومهمته بكل بساطه ان هو يحول الكهرباء الاي سي لدي سي، عشان البطاريات بصفه عامه بتحتاج دي سي. تعالى هنا، يعني ايه اصلا اي سي ودي سي؟ الاي سي ده اللي هو التيار المتغير او المتردد، وده بيبقى عباره عن موجب سالب موجب سالب موجب سالب اللي بيحصل بسرعه 50 مره في الثانيه. والبطاريات بصفه عامه ما ينفعهاش الكلام ده خالص. وهنا يجي دور التيار المستمر او الثابت الدي سي، وهو من اسمه تيار ثابت، مش موجب او سالب، هو موجب بس. ودي شغله الاون بورد تشارجر او اي ادابتر انت بتشحن بيه موبايلك، لابتوبك،
عربيتك كلهم نفس الكونسيبت، بيحول من اي سي لدي سي. لو بتشحن شحن بطيء او اللي هو الشحن الاي سي، فالتحويل ده زي ما قلنا بيحصل جوه العربيه، وده واحد من التحديات اللي بتواجهها الشركات اللي بيخلي السرعه محدوده. زي اقصى عربيه هتلاقيها بتاخد 22 كيلو واط. اما الشحن السريع او الدي سي فالتحويل ده بيحصل بره العربيه اصلا، ده اللي بيخلينا نوصل لارقام اعلى بكتير في الدي سي واسرع بكتير، بس هيولد حراره اكتر. وهنا هيوصل بطل وهو البي ام اس، الباتري مانجمنت سيستم. ده العقل بتاع البطاريه اللي بيراقب كل حاجه، الجهد، التيار، درجه الحراره، لدرجه ان هو بيراقب كل خليه لوحدها، وهو اللي بيقول للبطاريه تشحن بسرعه او تشحن بطيء، ومين من الخلايا محتاج كهرباء اكتر او محتاج كهرباء اقل. والمسؤول كمان ان هو يشغل نظام التبريد بتاع البطاريه. والعربيات الحديثه كمان دلوقتي البي ام اس بيتعلم من اسلوبك في شحن البطاريه، يعني كل مره بتشحن العربيه البي ام اس بيتصرف بطريقه اسهل. خلي بالك اللي جاي ده هو اهم سبب ممكن يبوظ بطاريه عربيتك. لو عربيتك 20% وجيت حطيتها على الشاحن هتلاقيها بتشحن بسرعه جدا في الاول، وما بتيجي في الاخر او من بعد ال80 هتلاقيها بتبطأ جدا، وكل ما بتقرب من ال100 بتبطأ اكتر، علشان في حاجه اسمها منحنى الشحن. وده مش عيب في العربيه، ده طبيعي جدا ومفيد لعمر البطاريه بتاعه العربيه. زي بالظبط الكوبايه الفاضيه اللي بتملاها ميه بسرعه، بس اول ما بتيجي تقرب تتملي انت بتبطأ تدريجي علشان الميه ما تدلقش وتعرف توقف. عمر البطاريه بيتاثر بحاجتين، اول حاجه هي الحراره. البطاريه ما بتحبش السقعه ولا السخونيه، هي عايزه جو معتدل، وده جزء من شغله البي ام اس. وتاني حاجه هو اسلوبك في الشحن. لو انت دايما بتشحن ل 100% وبتنزل لحد 0%، فهو ده اسوأ حاجه انت بتعملها في البطاريه. دايما خليك ما بين ال20 لل80، هي دي امن حته في شحن البطاريه. وهنا في استثناء للبليد باتري بتاعت بي واي دي، اننا نقدر نشحنها ل 100%، لان اصلا البي ام اس مصمم هنا ان هو يوهمك ان انت شحنت ال 100%، بس ده مش بيبقى اخر بطاريه، وده عشان يقدر يحمي البطاريه غصب عنك. ودايما خلي كل 6 شهور تنزل البطاريه لحد تحت ال 10% وتشحنها مره واحده لحد 100%، وده عشان تعمل بالانسنج للخلايا بتاعت البطاريه كلها وتخليهم كلهم قد بعض. والشحن الدي سي او السريع مش خطر، بس هو بلاش كل يوم، خليه وقت الضروره او السفر. دلوقتي خلينا نتكلم بالارقام ونشوف التكلفه لشحن البطاريه. هناخد مثال حقيقي لعربيتي البي واي دي سونج بلس اللي بطاريتها 87 كيلو واط. لو افترضنا ان انا بشحن من 20 لحد 100%، يعني محتاج اشحن تقريبا 70 كيلو واط ساعه. لو هقول ان انا في البيت عندي بتحاسب على الشريحه الثابته اللي ثمنها 2 جنيه و10 قروش، تقف عليا الشحنه تقريبا ب 150 جنيه. بس طبعا بيبقى فيه فقد في الطاقه، ممكن نقول من 10 ل 12%، فده هيخلي الشحنه تبقى تقريبا ب 160 جنيه، اللي بتقدر تديني من 450 ل 500 كيلو في المدينه. طب والتكلفه في الشحن لو الاي سي او الدي سي في البنزينه او بره؟ لو هنشحن نفس ال 80% اللي انا عايزهم، الاي سي سعره دلوقتي في المحطه تقريبا 3 جنيه و40 قرش، يعني تقريبا هتتكلف حوالي 270 جنيه. طب ولو دي سي اللي هو الشحن السريع هتتكلف كام؟ اللي سعره بيوصل 6 جنيه 55 قرش تقريبا، اللي هيخلي تكلفه الشحن عليا ب 520 جنيه. وبرغم ان الدي سي غالي جدا لو قارناه كمان بالشحن بتاع البيت، الا ان هو اجباري في حاله السفر، لان انت اكيد مش تبقى في طريق سفر وهتقعد بالاربع 5 ساعات تشحن اي سي. هيبقى هنا اجباري تستخدم الدي سي لان هو الحل الامثل للموقف. وخليك دايما مهتم بتحديث السوفت وير بتاع عربيتك، لان ده بيأثر على اداء البطاريه والحفاظ على عمرها. في النهايه لما تفهم نظام الشحن كويس هتبقى مرتاح ومفيش اي حاجه بتقلقك، عشان العربيات الكهرباء ما بقتش مجرد وسيله تتنقل بيها، ده نظام طاقه متكامل ذكي محتاج مستخدم فاهم. وبس كده، كان معاكم محمد الصاوي، واحنا هنا في اينوكس بنتكلم على اي حاجه ليها علاقه بالتكنولوجي، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله.